التاريخ بيعيد نفسه مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وزي ما أراوخو اتطرد قبل كده قدام باريس، النهارده كوبارسي بيطرد قدام أتلتيكو مدريد. بداية الهدف بتاع أتلتيكو مدريد كانت الكرة مع لامين يامال، وحاول يعدي من 4 لعيبة من أتلتيكو مدريد لوحده، طبعا ده مستحيل وعارفين النتيجة، الكرة اتقطعت وتحولت لمرتدة. فدفاع برشلونة بعد كده اتردد، احنا هنلعب على التسلل ولا لا؟ ولو تاخد بالك كوبارسي هو الوحيد اللي مغطي التسلل. ودي زاوية تانية عشان تتأكد، لو كان كوبارسي وقف على نفس الخط مع جيرار مارتين كانت هتبقى الكورة تسلل. وعلى طريقة أراوخو أمام باريس اتدخل باندفاع أدى لحصوله على طرد مباشر، بدل ما كان يدي فرصة لحارس المرمى يمكن يصدها أو يمكن لعيب أتلتيكو مدريد يضيعها. بالعكس ده اداهم فاول أدى لإحراز هدف. طب الهدف التاني نفس المشكلة اللي بتواجه برشلونة، مصيدة التسلل، وكوندي بيبالغ في الخروج كمان، وبالتالي أصبح لاعب أتلتيكو مدريد خالي من الرقابة على الجناح، وأصبح صعب كوندي يلحقه ويمنعه من إنه يلعب العرضية. وبعدين ثورلوث استغل إنه بادئ اللعبة من مصيدة التسلل وبالتالي غير مراقب، وراح عشان يمنع جيرار مارتين الأول من الوصول للكورة قبله، وبعدين حول الكورة في المرمى بكل سهولة.